وتنبئ بأن الطريق للحرية ما زال طويلا. أما أن أبيع نبأ اغتيال الرفيقة ساكنة ورفاقها حتى هب آلاف من الكردستانيين ورفاقهم إلى مكان الذي استشهد فيه، المكان الذي نفذ فيه تلك الجريمة. ما أن مر 3 أيام من تلك الجريمة حتى خرج المئات الآلاف للمرة الثانية للتظاهر في مدينة باريس تنديدا بالحدث. وبعد أسبوع من الحادثة عادت الرفيقة ساكنة جثة هامدة إلى مسقط رأسها ديرسم التي تمنت أن تعود إليها كجيريلا، هذه الرغبة الوحيدة التي لم تتمكن من تحقيقها في حياتها الثورية، فسكنت روح الرفيقة ساكنة دونها. وربما لم تكن تلك رغبتها الوحيدة، ربما كانت ترغب أن تدفن نصف جسدها في آمل ونصف الآخر في ديرسم، أو ربما أن ينثر جسدها حبات فوق أراضي كردستان التي عمت بدماء الشهداء. ودعها الملايين في باريس، واستقبلها الملايين في آمل لتودع الوداع الأخير. ألم تكن الرفيقة ساكنة التي حملت في قلبها وعقلها معاناتها وأحلامها؟ ألم تتجرع كأسهم المر؟ ألم تتحمل هي ورفاقها لواء تحريرهم حتى النهاية؟ ألم تسقط من أجلهم؟ إنها الرفيقة ساكنة جانسيس، وحسبها أن تكون فاشهد يا تاريخ.